لو مهتم بأخبار التطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب التطبيق ده حقيقي ولا فيك، تحمله ولا ما تحملوش، اشترك في القناة وانا هقولك كل ده. تطبيق يوني كاش، تطبيق لقروض الشخصية من الموبايل، محمله 10,000 مستخدم، بيديك من اول 4,000 جنيه لحد 10,000 جنيه. كمان بيديك فترة سداد من 4 اشهر لحد 36 شهر. كل المطلوب منك عشان تطمن للتطبيق بعد ما تقرا اللمحة عن التطبيق ان انت تحمل التطبيق وتعمل تسجيل دخول. تسجيل دخول هيطلب منك صورة البطاقة وصورة سيلفي، وعلى كده يبقى دخل على الصور والفيديوهات. بعد كده بيطلب منك جهات الاتصال بتاعتك، ثم بعد كده بيطلب منك حسابات السوشيال ميديا وحسابك الائتماني، وان انت تثبت له ان انت عندك قدرة على الدفع ومحفظتك الالكترونية. وبعد كده بتطلب الكارد اللي انت عايزه من 4,000 زي ما قلنا لحد 10,000 جنيه. للأسف الشديد أغلب الناس بتصدق التطبيقات دي وبتخش وبتحمل وبتدي صلاحية الدخول وبتعمل تسجيل حساب، وبيسحب منهم كل الداتا اللي موجودة على التليفون بتاعهم، عشان الداتا دي بتتباع بعد كده. وبعد كده بيديهم كارد 400 جنيه، يسددهم 700 جنيه في 5 أيام. طب انت قلت 4 اشهر و36 شهر، طب انت قلت من 4,000 ل10,000 جنيه، ولا اي حاجة من كده. يقولك حدك الائتماني لا يسمح، الداتا اللي على التليفون بتاعك ما تسمحش. وعلى كده هو خد كل الداتا اللي على تليفونك وما ادكش غير اللي هو عايز يديهولك، وعارف ان انت هتسدده عشان انت عندك داتا تخاف عليها. هو مش بيدي لحد فلوس غير لما يكون عنده داتا يخاف عليها. ولازم تبقى فاهم انت عندك داتا يتخاف عليها ولا لا، لان يعني في ناس مش فاهمه ان هي عندها داتا يتخاف عليها. يعني جهات الاتصال ممكن تبقى داتا مهمه جدا يتخاف عليها، بعيدا عن الصور والفيديوهات. حسابات السوشيال ميديا، الاكونتات، كل الحاجات دي ممكن تبقى حاجات تخاف عليها، وهو مش فاهم. هو فاكر ان انا حاطط له اي شويه صور فيك كده على التليفون، وهو سحب الصور الفيك ديت وخلاص. لكن بعد كده بيندم ان هو ادى صلاحيه للتطبيق زي ده انه يخش على تليفونه. لو ما كنتش عارف المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب، واستناني تاني في تطبيق جديد في قناتكم وراجع برامج.